إياك يا طالب العلم، إياك أن تجالس أهل الأهواء والبدع، فإنهم يغمسوكم في الضلال والعياذ بالله رب العالمين. فبعض طلاب العلم وبعض الناس تقول له: يا فلان، مجالسة أهل الأهواء والبدع خطر عليه، والسلف الصالح حذروا منه. لا يقول: أنا أصبر عليه وآمره وأنهاه لعله يهديه. تمر الأيام والليالي فإذا به ينقلب على السنة وأهلها، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا يأمن الإنسان على نفسه. ادعو إلى الله، بين الحق وامض في حالك. ابن سيرين رحمة الله عليه يأتيه أهل الأهواء الواحد منهم فيقول: يا ابن سيرين، أحدثك حديثا. يقول: ولا نصف حديث. أقرأ عليك آية فيفعل هكذا، ولا نصف آية. ابن سيرين الإمام الهمام الجبل في السنة، فيقال له في ذلك: لماذا؟ يقول: أخاف أن يقرأ علي آية فيحرف معناها فتعلق بقلبي. هذا في حال الأئمة، فكيف بحالنا نحن المساكين الضعفاء؟ فإياك يا طالب العلم أن تمكن سمعك أو قلبك لأهل الأهواء والبدع، فإن الشاة الجرباء قد تتسبب في انتشار الجرب بين القطيع.